دايما سلسلة شاومي الرائدة اللي هي بتكون شاومي بس، يعني مش شاومي ريدمي او شاومي بوكو، لا شاومي بس، بتقدم مواصفات ممتازة وبتكون حاجة كده فخمة ورائدة وحاجة كده بريميوم. فاحنا النهاردة هنتكلم عن الهاتف الاصغر من السلسلة دي، وخلينا نشوف بيقدم ايه. يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف شاومي 13 لايت. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، المقارنة اللي في اخر الفيديو. اي حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف هنوضحها بالتفصيل، ولكن ضروري تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس. ويلا بينا نبتدي الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. خلونا زي كل مرة كده نشوف تصميم الهاتف، والتصميم هنا الصراحة شكله حلو جدا. يعني بص، هو شكل العدسة الكبيرة ده بالنسبة لي شكلها مش لطيف شوية، ولكن التصميم يعتبر شكله كويس. طبعا التصميم أذواق ووجهات نظر في الآخر. خامات الهاتف بتيجي من الإزاز مع فريم من البلاستيك. خلونا نشوف الشاشة بتقدم ايه. والشاشة هنا بتيجي بحجم 6.55 بوصة مع جودة فول اتش دي بلس وبدقة 2400 في 1080 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 402 بكسل لكل انش. والشاشة هنا اموليد، والشاشة معدل تحديثها 120 هرتز، وبتدعم خاصية الدولبي فيجن، وبتدعم ال HDR10 بلس، وعليها طبقة حماية جوريلا جلاس الجيل الخامس، وسطوعها 1000 نتس. طيب اكيد بعد ما قلت كل مواصفات الشاشة دي مش محتاجة كلام، يعني الشاشة حرفيا ممتازة على فئة وسعر الهاتف. يعني الشاشة غير انها اموليد وكمان مع معدل تحديث 120 هرتز، ولكن كمان بتقدم مميزات اضافية جامدة زي ال HDR10 بلس والدولبي فيجن. كل ده كده هيخليك تاخد توتال كده اداء ممتاز او تجربة كويسة من الشاشة. نشوف اداء الموبايل او المعالج. والمعالج هنا هو سناب دراجون 7 جين 1 اللي بيجي بدقة تصنيع 4 نانو. طبعا المعالج يعتبر معروف جدا، وكمان يعتبر من اقوى المعالجات اللي موجودة للهواتف حاليا. المعالج هتاخد منه اداء ممتاز في اي حاجة ممكن تستخدمها، استخدام يومي، تصفح، برامج تقيلة، العاب تقيلة، اي حاجة حرفيا محتاج ان انت تستخدمها المعالج مش هيأثر فيها. كمان المعالج موفر للطاقة بشكل كبير بسبب ال4 نانو. الهاتف هنا بيقدم نسختين، واحدة 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام. والهاتف هنا مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي. الهاتف هنا جاي بالثلاث كاميرات خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، أما الكاميرا التانية فهي 8 ميجا بكسل ودي كاميرا ألترا وايد للتصوير بزاوية واسعة، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي كاميرا ماكرو لتصوير التفاصيل من قريب جدا. الكاميرا الخلفية بتقدر صور بيها فيديوهات بجودة 4K ومعدل 30 فريم في الثانية، وتقدر صور بيها فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 او 60 او 120 فريم في الثانية. والهاتف بيجي باتنين كاميرا امامية، الاولى 32 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسية، اما الكاميرا التانية فهي 8 ميجا بكسل ودي العمل العزل. وتقدر صور فيديوهات من الكاميرا الامامية بجودة فول اتش دي بمعدل 30 او 60 فريم في الثانية. هنا بطارية الهاتف جاب حجم 4500 ملي امبير، بطارية كويسة وممتازة، وده لسببين. السبب الاول ان المعالج موفر للطاقة بشكل كبير بسبب ال4 نانو زي ما قلنا قبل كده. السبب التاني ان البطارية بتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، ودي سرعة كويسة جدا، يعني تقدر تشحن الهاتف لحد 100% في خلال 40 دقيقة فقط. الهاتف هيجي باندرويد 12. الهاتف بيدعم NFC. الهاتف مش بيدعم منفذ السماعات. منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز تدعم الاستيريو. الهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس، والهاتف مقاوم للماء والغبار، والوان الجهاز هما الاسود والازرق والبنفسجي. والهاتف هنا بيدعم البصمة وموجودة في الشاشة. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. طيب نتكلم عن مميزات الهاتف. والشاشة زي ما قلت قبل كده حرفيا هتقدم لك تجربة ممتازة وممتعة. المعالج برضو قوي وهيقدم لك اداء كويس جدا. برضو البطارية مع الشحن السريع الاتنين كويسين الصراحة.
بالنسبة للعيوب فالهاتف مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي، والهاتف مش بيدعم منفذ السماعات. خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف نعرف سعر الهاتف، ولكن خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية اللي هيتقالوا دلوقتي مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام. الهاتف تم اطلاقه في الخارج بسعر $530. السعر المتوقع في مصر 19,000 جنيه. السعر المتوقع في السعودية 2100 ريال. كده كويس قوي، ولكن ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس فئته السعرية او بنفس السعر؟ عندنا هاتف اوبو رينو 9 برو. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف شاومي 13 لايت. هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة احب اقولك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة لهاتف اوبو رينو 9 برو. لو انت حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة خلونا نقارن المعالجات، وهنا معالج شاومي هو سناب دراجون 7 جين 1، ومعالج اوبو هو ميدياتك ديمنسايتي 8100 ماكس. وهنا معالج اوبو بيتفوق في الاداء. الشاشتين بيجوا بنفس المواصفات، شاشة اموليد بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، وهنا الاتنين زي بعض. الاتنين بيجوا بنفس حجم البطارية 4500 ملي امبير، وهنا الاتنين زي بعض. الاتنين بيدعموا نفس سرعة الشحن 67 واط، وهنا الاتنين زي بعض. طيب بعد المقارنة السريعة ما بين الجهازين خلونا دلوقتي نعرف سعر الجهازين، ولكن خد بالك ان سعر الجهازين اسعار احنا متوقعينها زي ما قلت لك قبل كده، لان الجهازين لسه ما نزلوش مصر. سعر شاومي المتوقع نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 19,000 جنيه. سعر اوبو المتوقع نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام 20,000 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات. وكمان مستني اراك في هاتف شاومي 13 لايت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.